السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفات فاطمة، فيديو جديد ووصفة جديدة. في الوصفة ديال اليوم غادي تكون كيك بالشوكولاتة اللي كيجي غزال بزاف، اللي كتجي خفيفة هشيشة اسفنجية وكتذوب في الفم. صراحه كتجي غزاله بزاف وفيها واحد المذاق اللي خطير. هكا تحضروها الكوتي كذلك الفطور مع شي كاس ديال اتاي اولا قهوه اولا حتى الضيوف ديال الغفله، علاش لا؟ فكتجي غزاله بزاف وما تشبعوش منها. فبطبيعه الحال الا كانت هذه اول زياره لكم للقناه وعجبكم المحتوى فكندعوكم بالانضمام بالاشتراك الاحمر الموجود اسفل الفيديو مع تفعيل خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكذلك فإذا عجبتكم هذه الوصفة هذه فما تنساوش تخليو لنا لايك للفيديو. بطبيعة الحال ما نطولش عليكم بزاف، خليكم مع المقادير مع باقي مراحل التحضير وفرجة ممتعة. فهنا غنعطيكم المقادير وفي نفس الوقت طريقة التحضير. فهنا غادي ناخذ واحد الاناء غادي نوضعوا فيه 3 ديال البيضات اللي كيكونوا على درجة حرارة المطبخ، نزيدوا واحد الرشه ديال الملح لتحسين الذوق مع كاس الا ربع ديال السكر حبيبات. من بعد غادي ناخذ الخلاط اليدوي نخلط مزيان البيض مع السكر، منها نفكك البيض وندوب واحد شويه الحبيبات ديال السكر. من بعد غادي نزيد كاس الا ربع ديال الزيت نباتيه، فالكاس اللي كنعبروا به السكر وهو اللي كنعبروا به حتى الزيت. نعاود نخلط الخليط مزيان حتى ينسجموا لينا جميع المكونات. من بعد فغادي نضيفوا واحد دناب ديال الشوكولاته. فبالنسبه لهذا الدناب هذا فغادي يعوض لينا الحليب وكذلك الياغوت، وفي نفس الوقت فكيعطي واحد المذاق اللي غزال بزاف في هذه الكيكه هذه. من بعد ما ضفناه غادي نعاودو نخلطوا الخليط ديالنا مزيان، نزيدوا واحد 2 الملاعق ديال الكاكاو اللي كيكون بالسكر. كنتو غادي ديروا كاكاو اللي بدون سكر فبطبيعه الحال كتزيدوا من الكميه ديال السكر. من بعد غادي نبداو نضيفوا النواشف اللي هي الدقيق. بالنسبه للدقيق فعندنا 250 غرام اي ربعه ديال الدقيق اللي كيكون مغربل من قبل، نوعيه جيده اي خاص بالحلويات. فهاد 250 غرام غادي نقسمها لدفعات، غادي نضيف نصف الكميه وغادي نغربلها هي وبودة الكاكاو. فهنا ضروري نغربلو بودة الكاكاو باش هكا ما تكتلش لينا في الخليط. من بعد غادي ناخذوا الخلاط اليدوي، غادي نبدا نخلط الخليط شويه بشويه حتى غادي ينسجم لينا مع الخليط. وغادي ندخلوا هذه الكميه هذه كامله ديال الدقيق، ونلاحظوا انه ما بقاوش عندنا التكتلات في الخليط ديالنا. غادي نزيدوا باقي واحد الملعقه ديال الدقيق وكذلك واحد 3 ساشيات ديال خميره الحلويات من وزن 8 غرام، وكذلك فغادي نغربلوهم. فبالنسبه للكميه ديال الدقيق فكتختلف على حسب النوعيه ديال الدقيق واش كيتشرب ولا لا، وكذلك الحجم ديال البيض اللي نتوما استعملتو. من بعد ما ضفنا هذيك ملعقه اخرى ديال الدقيق مع خميره الحلويات نعاود نخلط الخليط مزيان حتى غادي نتحصلوا على القوام المطلوب. فهذا هو القوام ديال الخليط. ملي كتهزوا هكا الخليط ديالكم فكيكون خيط واحد وما كيتقطعش. غادي نجمع الخليط ديالنا بواحد سباتولا وغادي نقادو المول اللي غادي نخدموا به. بالنسبه للمول اللي غادي نخدموا به هذه المره هذه فغادي يكون على هذا الشكل هذا. غادي ندهنوه مزيان بالزبده وغادي نلبسوه بالدقيق، ثم غادي نجمعوا الخليط ديالنا بواحد سباتولا وغادي نصبوه في هذا المول هذا. بالنسبه للفرن ديال الغاز فكيكون من قبل سخون. فملي كديروا الخليط ديالكم في المول فكتشعلوا على الفرن باش يسخن واحد شويه. غتشعلوا عليه من الاسفل على النار اللي كتكون متوسطه. توضعوا الكيك ديالكم من الوسط حتى غادي يطيب معكم. وبالنسبه للفرن الكهربائي فغادي يكون على 180 درجه حتى غادي ينضج لكم الكيك. وكان هذا هو الكيك ديالنا من بعد ما خرجناه في الفرن. فكيجي طالع كيجي خفيف هشيش وكيجي غزال بزاف. بالنسبه للكلاصاج اولا بالنسبه للكريمه اللي غادي نخدموا بها فهنايا ذوبنا واحد الكميه ديال الشوكولاته السوداء
اللي غادي نضيفوا ليها واحد الكميه ديال الحليب، تقريبا واحد الملعقه اللي كتكون كبيره. فغادي نخلطهم مزيان بواحد الملعقه، ثم غادي نبدا نعملو من الفوق ديال الكيك بطبيعه الحال كنحيدوه من المول اللي فيه وكنوضعوه في واحد الطبسيل، ثم غادي نبدا ندير هاد الصوص ديال الشوكولاته من الوجه ديالو. من بعد فكناخذ واحد الملعقه وغادي نبدا نوزع هاد الصلصه ديال الشوكولاته في الوجه ديال الكيك كامل. وبالنسبه للتزيين فدائما كيبقى اختياري، يعني اي حاجه متوفره عندك ففيكي تخدمي بها. بالنسبه لينا فهنايا خدمنا بالفيرميسيل، غادي نزينو به الكيك. فيكم كذلك تزينوا بكاوكاو مهرمج، لوز كونكاسي، كذلك الحبيبات ديال الشوكولاته. فاللي متوفر عندكم ففيكم هكايا تخدموا به. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي شاركناه معكم اليوم، اللي كنتمنى فعلا ينال اعجابكم كذلك فتجربوه. بالنسبه لهذه الكيكه هذه فكتجي هشيشه بزاف، كتجي رطبه، كتجي بنينه معلكه، فيها واحد القوام اللي خطير بزاف. كنتمنى فعلا انه تجربوها، فاكيد غادي تنال اعجابكم. سهله سريعه في التحضير، كتجي خفيفه اسفنجيه وغزاله بزاف. فهذا هو القوام ديالها كيفاش كتجي من الداخل. فكما قلت لكم راها كتجي خفيفه بزاف، كيك يومي اسفنجي وكيجي غزال بزاف. بالنسبه لهذه الكيكه هذه هكا يتحضروها للغوتي، كذلك الفطور مع شي اتاي او لا قهوه، او لا حتى الضيوف ديال الغفله على شله. فإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم فما تنساوش لايك للفيديو، شاركوها مع احبابكم واصحابكم وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي باش هكا تعم الفائده. وإلا كانت هذه اول زيارتكم للقناه وعجبكم المحتوى فكندعوكم بالانضمام للاشتراك الاحمر الموجود اسفل الفيديو مع تفعيل خاصيه الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. وكذلك فإلا كانت عندكم اقتراحات للفيديو القادم فهكا فيكم تقولوها لينا في التعليقات. كذلك كنشكركم على التفاعل ديالكم في الفيديوهات الاخرى، فكنشكركم بزاف وكنتمنى انه تزيدوا تدعمونا باش نبقاو مستمرين اكثر. وهنايا وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على المتابعه، نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده، مع السلامه.